بالإشادة بالمدرب بيتكوفيتش الذي غير شكل المنتخب خاصة في الشوط الثاني بتغييراته الكثيرة، وشاهدنا يعني أشياء جميلة جدا في الشوط الثاني. سرعة اللعب، المنتخب حط الكرة في الأرض، حاولنا نبني اللعب أمام منتخب قوي جدا. لا ننسى بأننا نواجه هولندا، منتخب عريق جدا، منتخب متعود على قوي، ومنتخب يلعب فوق أرضية ميدان وأمام جماهيره، منتخب من بين المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا في كأس العالم، حتى أنه فان دايك قال سنصعد إلى الطائرة بمزاج سيء جدا لأننا لم نتوقع أبدا أن نخسر هذه المباراة. بصراحة بيتكوفيتش اليوم أثبت بأنه ملك الأشواط الثانية، ولا أحد من المحللين كان يتوقع أن يدخل بيتكوفيتش بهذه التشكيلة الأساسية، ولا أحد كان يتوقع دخول عبادة أساسي، ولا أحد كان يتوقع وجود عوار وزروقي في التشكيلة الأساسية. الجميع كان يعتقد بأن عمورة سيكون في الاحتياط. الخطة التي دخل بها الكثيرون كانوا يتوقعون أن يبقى محرز في كرسي الاحتياط، وأن بيتكوفيتش سيعتمد على خطة 3-5-2 ولن يعتمد على محرز في الرواق. لكن بيتكوفيتش فاجأ الجميع، جرب في الشوط الأول، في الشوط الثاني غير كل شيء، غير طريقة اللعب، غير اللاعبين، عمل 6 تغييرات دفعة واحدة. هذا الأمر يحسب له، ومثلما نشيد به ونقول بأنه قدم اليوم مباراة تكتيكية في أعلى مستوى خاصة في الشوط الثاني، واستطاع أن يتفوق على كومان ويحرجه ويتغلب عليه فوق أرضية ميدانه، مثلما نقول بأنه في البداية أخطأ في إشراك زروقي وعوار في التشكيلة الأساسية، وخط الوسط كان نقطة ضعفنا في الشوط الأول، لأنك لما تفقد القلب، هذيك هي قلب المنتخب، لما قلب المنتخب بن طالب كان خارج الإطار محمد بالمقارنة مع زروقي وعوار، كان الأقل سوءا، أليس كذلك قصص؟ بن طالب أنا نظن آمنة زروقي وعوار تحسن أداء بن طالب، زروقي وعوار هم اللي رفع من المستوى لما شفنا تغييرات في الشوط الثاني. بن طالب ولا يبان في الملعب. الشوط الثاني كان جيد بن طالب، كان جيد بن طالب، حتى التمريره اللي اعطاها حاج موسى سجلنا بها هدف. نعم. ولكن نقول لماذا علاش نضيع الوقت محمد؟ علاش نضيع الوقت بيتكوفيتش لما تبدا لي بهذا الثلاثي هذايا؟ محمد هو مدرب عملي يؤمن بالحاضر ويؤمن أيضا بالحالة البدنية لكل لاعب في الوقت الراهن وفي تدريبات. أيضا نحن نتكلم في البلاطو، لا نعيش مع الأجواء التي سواء في هولندا وحتى في أمريكا لما يسافروا، لكن هناك حالة بدنية ومعنوية والثقة التي يتواجد فيها كل لاعب، ومؤشرات بيانات أيضا يعطيها لك اللاعب. عوار كان مصاب امين، عوار كان مصاب، ولكن لما نسترجع بوداوي وبن سبعيني راح يكون كلام آخر، لأنه هناك لاعبين عندهم برنامج تأهيلي رمي. نعم. أحد الزملاء الصحفيين علق في مواقع التواصل الاجتماعي، عجبني هذا التعليق، قال بن طالب زروقي عوار وسط ميدان وهمي، والمنتخب في الشوط الأول لعب بخطة 4-0-3، يعني ثلاثتهم لم يكونوا في المستوى. أختلف معه قليلا في أداء بن طالب الذي لم يكن في المستوى في الشوط الأول، لكنه تحسن في الشوط الثاني، وأعتقد بأن وجود عوار وزروقي إلى جانبه ثبطه وحرمه من تقديم مستوى أفضل. مباراة اليوم كانت القطرة التي أفاضت الكأس، والتي أثبتت لنا ولكم أن النشاط والانتعاش الذي أحضره اللاعبين الشبان في الشوط الثاني حتما أنا أدركت بل تيقنت أنه الشبان هم من يأتون لك بالنتائج الإيجابية في المباراة. عوار كأنه راهو يروندي لنا السيرفيس كي يلعب في المنتخب الوطني. أنا كنت نستنى من عوار راح يرفد المنتخب على ظهره، ولكن منذ ما جاء المنتخب الوطني ما قدم حتى مقابلة. لعب على حافة القدمين. نعم. بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي قال ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، لكن المهم هو رد الفعل بعد العودة من غرف تغيير الملابس وتصحيح الوضع وتقديم أداء جيد في الشوط الثاني. وقال أشعر بالرضا عن شخصية الفريق في الفترات الصعبة وقدرته على العودة وتحقيق الانتصار بعقلية قوية. أمين من الأشياء الإيجابية أننا في الثلاث مباريات الأخيرة لم نتلقى أي هدف. 7-0 أمام غواتيمالا لم نتلقى أي هدف، 0-0 أمام الأوروغواي منتخب أيضا بشخصية عالمية لم نتلقى أي هدف، واليوم أمام منتخب عملاق
فزنا عليه هدف مقابل صفر ولم نتلقى أي هدف. يعني من يشاهدنا ويرى الانتقادات التي نوجهها للمنظومة الدفاعية يقول بأن هذا المنتخب يتلقى 3 إلى 4 أهداف في كل مباراة، لكن الميدان والحقيقة والأرقام والإحصائيات تقول شيء آخر. المنتخب في 3 مباريات لم يتلقى أي هدف. واش تكلمنا مقبيت، واش تكلمنا قلت لك اللي حسن الحظ في الشوط الأول لو كانت الفعاليه للاعبين تاع المنتخب الهولندي لكنا نتلقاو اهداف. اليوم تكلم لي على الحقيقه، نعم الحقيقه ما تلقيناش اهداف. احنا اليوم المدرب واش تكلم قال لك درنا اخطاء في الشوط الاول، كانت بالك تكلفنا غاليا، بالك تكون تغير مجريات اللقاء. لكن على العموم اليوم نتكلموا على المنظومه الدفاعيه. كي تشوف نتايا عموره كيفاش كان يدافع في الشوط الاول، وكذلك محرز كيفاش كان يدافع، حقيقه نقول لهم شابو، لان ما عدا قويري بالك اللي كان يدافع نوعا ما يولي الى وسط الميدان، لكن محرز وعموره عملوا مجهودات كبيره من الناحيه الدفاعيه. لهذا على العموم انا نقول المنظومه سيفري بالك في الشوط الثاني نقولوا باللي مع تغيير اللاعبين للمنتخب الهولندي نقصن كما نقولوا لو ريتم تاع المقابله، عرفنا كيفاش نسيروا، ما ارتكبناش اخطاء كثيره، ما ضيعناش كورات في وسط الميدان. رغم اخطاء الشوط الاول بيتكوفيتش تغلب على كومان في الشوط الاول. قلت لك رغم اخطاء الشوط الاول نستطيع ان نقول بان بيتكوفيتش تغلب اليوم على كومان بطبيعه الحال. النتيجه النهائيه 1-0 للمنتخب الجزائري. اليوم المنتخب الجزائري سواء اللاعبين اللي تغلبوا على المنتخب الهولندي ولا الطاقم الفني. الادوات التي مكنت بيتكوفيتش التغلب على كومان تكتيكيا، ادوات ابتداء من لوكا زيدان الذي غير وليس النتيجه، غير من طابع المباراة. لأنك لو استقبلت هدف في الشوط الأول في بداية اللقاء راح يكون يتغيروا المجريات. وهنا أنت هذا السيناريو أنا تكلمت لك وشرحت لك الوضعية، سيناريوهات ممكنة. أنا لو لم تكون مباراة ودي، أنا في مباراة الأرجنتين إن شاء الله الأرجنتين يضيعوا 30 فرصة وزيدان يخرج رجل مقابل ويسجل في نهاية اللقاء. نعم، في وقت ما قاسي سعيد لما لعبنا أمام المنتخب السويدي وكنا خاسرين 4-0 تخوفنا من مستوى المنتخب الوطني، وقلنا لما نواجه منتخبات كبيرة نظهر بوجه محتشم. وأيضا لما خرجنا من كأس أفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا دخلنا أيضا الشك في المنتخب، وقلنا لما يرتفع النسق المنتخب يقدم أداء ضعيف. لكن في التربص الأخير أمام الأوروغواي منتخب عالمي 0-0 ومباراة رائعة جدا، واليوم أمام منتخب هولندا فوز هدف مقابل 0 وأداء رائع في الشوط الثاني. هل نستطيع القول بأن منتخبنا الآن بدأ يكتسب تلك ما نقول شخصية عالمية، لكن هيبة وشخصية تقدر تسمح له بمقارعة أي منتخب في العالم والتغلب عليه بما في ذلك المنتخب الأرجنتيني؟ يقدر محمد، يقدر، رغم أن في بعض الأحيان بيتكوفيتش عنده فكر آخر. يعني لما يدير خطة في راسه في بعض الأحيان ما يغيرهاش، خاصة لما يكون ال11 اللي يدخلوا يلعبوا المباراة. هو تكلم قال لك ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول، وأنت تكلمت قلت بيتكوفيتش هو راجل الشوط الثاني. عنده الإمكانيات تاع اللاعبين، عنده افكار تكتيكيه، وعنده اللاعبين قادرين يطبقوا الافكار التكتيكيه ديالو. لو يدير التشكيله المثاليه نظن ما راحش يكون خطر، ولا راح يكون يعني دوميناسيون كما داروها لنا في الشوط الاول المنتخب الهولندي. معنى الا يدير اللاعبين اللازمين في التشكيله ديالو.